السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد غادي نتعرفوا فيه على ماركه جديده في الاسواق المغربيه. معنا اليوم ام جي موتور. هاد لا ماركه هادي كاينه في السوق العالميه للسيارات من 1924. ام جي موتور الخوت كتنتمي للصانع البريطاني، عندها بوتنسيال كبير في اوروبا وفي الخليج نظرا لعدد المبيعات الكبير اللي حققات والخدمات اللي كتقدم بجوده عاليه والرد الفعل الايجابي او الفيدباك بوزيتيف اللي عليها بشكل كبير، كذلك الاثمنه والعروض اللي كتقدم بشكل تنافسي مع مجموعه من لي مارك، واهم شيء الكارونتي ديالها اللي كيوصل حتى ل 6 سنوات او 200 الف كيلومتر. ام جي موتور حاليا في المغرب كتدخل بفضل المجموعه السعوديه جميل موتورز من اكبر الموزعين تاع تويوتا في العالم. هادشي اللي غادي يخلي هاد لا مارك تستافد من جميع الخدمات ما بعد البيع تاع تويوتا في المغرب. ام جي موتور حاليا الخوت كاينه في كازا، كاينه في الرباط، وكاينه في مراكش، وراها كتنتشر بشكل كبير في جميع لي شوروم. ام جي موتور كتدخل بمجموعه من السيارات كتستهدف فئه اجتماعيه كبيره، الناس المهتمه بالسيارات الاقتصاديه، السيارات الفخمه، السيارات الكهربائيه، في الفئه تاع الاس يو في، الكومباكت كارز، سيب كومباكت كارز. زيد على ذلك اليوم في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على ام جي 5، سياره اللي جربتها وسط المدينه وخارج المدينه في الطرقات الوعره وفي لوتورود. صراحه الروندمون ديالها واعر والريبيتاسيون ديالها مزيانه، وكتبان فيري اتراكتيف بالنسبه للناس اللي تنكون معاهم وسط الطريق في الفيروج. يعني بزاف الناس كتشوف، بزاف الناس كتهز التليفونات تصور هاد لا ماركه هذه الجديده في هاد ام جي 5. هاد السياره هذه في الفئه الاقتصاديه اللي كتدخل باثمنه وعروض ومجموعه من لي زوبسيون اللي غادي تخليك تشريها. هي اللي غادي نكتشفوا اليوم. كتخرج بثلاثه تاع لي فيرسيون من الفئه العامره اللي عندنا اليوم. كتخرج بثلاثه تاع الالوان، كاينه في الابيض، كاينه في الكحل، وكاينه في الكولور سيلفر اللي معنا اليوم. من الواجهه الاماميه كيف ما كتشوفوا الكابو ديالها فيه دوك الخطوط تاع الايروديناميك كديزاين كيعطيها لمحه رياضيه قويه من القدام. الدور التقني هو ثبات السياره في السرعات العاليه. كالوندر ديالها كبيره كيف ما كتشوفوا، مفتوحه باش تدخل التهويه بشكل كافي. المحرك ديالها راه كتجي كرومي في تناسق كبير مع اليماج ديالها اللي كيجي اوتوماتيك فول ليد. ديفيوزر مفتوح باش يدخل كميه اضافيه. والبروفيل ديالها كيف ما كتشوفوا لي جون تاع 16 5 دوبل برونش، سيستم فريناج اديسك. كذلك السياره صديقه للبيئه نظرا للانبعاثات القليله تاع ثاني اكسيد الكربون. كذلك عندك المرايا كتجي غابطه بالالكتريك فيهم سيل ليمينوز. لي فيتر ديالها الكتريك، تحتها بار كرومي كيف ما كتشوفوا. اما من الخلف فكتجي الاضاءه الخلفيه كتجي انتغري في الباب تاع الكوفر وبيناتهم بار كرومي. من حيث السلامه عندك لي رادار، كاميرا دريكول كتجي 360 درجه في الفئه العامره البريميوم. فهادو اهم المعطيات على هاد السياره هذه كشكل خارجي، زائد فسحه السقف طوا اوفرون انطلاقا من لا موين غام الاكسكلوزيف والبريميوم. هادو اهم المعطيات على شكل خارجي. اجي نشوفوها من الداخل. كتقييم الشكل الخارجي راه تبارك الله 5/5. السياره من الداخل كيف ما كتشوفوا معايا، عندك الفولون ديالها كيجي اون كوير اللي غادي نكتشفوا ونهضروا عليه بالمزيان. اول حاجه لي سيج ديالها اللي كيجيو اون كوير، كيجيو افيك دي سير بيكور سيلفر، راهم ريغلاج في 6 تاع لي بوزيسيون بالنسبه للكونديكتور و4 تاع لي ديريكسيون بالنسبه لي باساجي. كذلك فولون ديالها اللي كيجي اون كوير 3 برونش، كذلك السوارد ديالها اللي كيجيو في هذا الديزاين هذا وفي هذا الشكل. زيد على ذلك كيف ما قلت لكم الفولون ديالها كيجي اون كوير، ريغلاج موتور بروفوندور، الديريكسيون اسيستي، كيف ما كتشوفوا لانسير ديكوراتيف كيجي كرومي، كذلك جا في شكل رياضي. زيد على ذلك الريغولاتور ليميتور دو فيتيس، كذلك الاورديناتور دو بورد ديالها اللي كتجي فيه ايكرون تي اف تي كتعطيك معلومات على الموتوريزاسيون كونسوماسيون وزيد. بواني كرومي، لي فيتر الكتريك، زيد عليها داك لانسير ديكوراتيف اون كوير افيك سير بيكور سيلفر، مساحه التخزين، سيستم دو سونوريزاسيون. باقي التفاصيل عندك الكونسول سونترال، كليماتيزاسيون اوتوماتيك في الاكسكلوزيف لا موين وفي البريميوم كتجي سومي اوتوماتيك. عندك ايكرون تاكتيل في لونطري دو غام كتجي 8 بوس، وفي الاكسكلوزيف والبريميوم كتجي في 10 بوس. عندك كذلك كيف ما كتشوفوا هنايا بتقنيه البيرد فيو، يعني الكاميرا دريكول اللي قلت لكم كتجي 360 درجه، كتافيش لك في ليكرون بهذه الطريقه هذه اللي كتعاونك في الباركين، في يعني كيف ما كتشوفوا لي رادار. حاجه تقنيه عاليه في الفئه الاقتصاديه كيف ما كتشوفوا معايا في هذه السياره هذه بالبري ديالها. ليكرون كومباتيبل مع الاندرويد، الابل كار بلاي، يعني جميع المعطيات بلوتوث. كذلك الكونسول سونترال عندك جوج تاع لي بورت يو اس بي، بريسا 12 فولت، البوا دو فيتاس اوتوماتيك، كذلك كوب هولدر، فرن امان الكتريك، اكو دوا سونترال كيجي اون كوير، عندك مساحه تخزين اضافيه كيف ما كتشوفوا هنايا بورت لي نت. زيد على ذلك طوا اوفرون اللي كيخلق واحد لومبيونس ما شاء الله ناضي وسط السياره. يعني راكم عارفين الشعور فاش يكون عندك طوا اوفرون او طوا بانوراميك، فاش يكون داكشي ناضي واحد لومبيونس وكيعطي واحد القيمه كبيره بالنسبه للسياره. مساحه التخزين منتشره بشكل كبير في هذه السياره هذه كيف ما كتشوفوا الابيتاك اللي فيها، يعني كومبينيزون زوينه بين لي ماتيير، بلاستيك كاليتي مزيانه. عندك هاد لانسير ديكوراتيف جا كولور سيلفر، ولتحت جا اون كوير افيك دي سير بيكور سيلفر. فهاد السياره هذه يعني كيف ما قلت لكم لي ماتيير ولا تكنولوجي اللي
فيها ومن حيث السلامه فالسياره من داكشي رفيع في الفئه ديالها بالثمن ديالها. دابا نهضر لكم على الثمن ديالها. باقي التفاصيل الخوت يعني كيف ما قلت لكم لي سيج ديالها كيجيو اون كوير، فلي بونكيت اغيار الخوت حتى هما اون كوير، فيهم الايزوفيكس من اجل تثبيت الكرسي تاع سلامه الاطفال. عندك جوج تاع لي بورت يو اس بي في الخلف. اما لي ديمونسيون ديالها كمساحه تخزين فالكوفر كيهز تقريبا 514 اطرو. عندك قابليه تزيد في المساحه التخزين يعني حيت عندك الكراسي الخلفيه آلية تقدر توصل حتى ل 1500 ولا 1300 سيترو، فهاد الشيء كبير كمساحه تخزين. هادو اهم المعطيات على هاد السياره هادي. كدي زوبسيون اجي نهضروا شويه على الموتوريزاسيون. ام جي 5 كتجي موتوريزاسيون ايسونس ان 5 يعني لا سيلندري ديالها كتوصل حتى ل 1498 سنتيمتر كوب، بويسونس فيسكال 115 شوفو، كتجي في ترانسميسيون بواد فيتاس مانيال، وكاين الاوتوماتيك الاكسكلوزيف والبريميوم. دابا نهضروا على اهم شيء الثمن ديالها، فحيت لا مارك يلاه جديده في المغرب دايرين دي بري لونسومون انطلاقا من 18 مليون الخوت الطوموبيله هذه 18 مليون. كذلك الا بغيتي تخلص عن طريق الكريدي او القروض فكاين الكريدي غراتوي كتخلص النص وكيبقى لك النص بدون فائده، يعني بحال خلصتي كاش. فهادو اهم العروض اللي كاينه عند الام جي 5 الام جي عامه. فنتمنى الله يعجبكم الفيديو، واللي بغا يتوجه لاقرب وكاله تاع الام جي ماروك.